المغرب ما عندوش البترول، ولكن عنده واحد الثروة تعتبر أخطر من البترول في السنوات الجاية. هاد الثروة هذه اللي الصين والولايات المتحدة الأمريكية كيعرفوا القيمة ديالها مزيان، وهاد الثروة تقد تخلي أو غادي تخلي المغرب من القوى العظمى في العالم. باش يكبر واحد المحصول زراعي كيخصو 3 ديال العناصر: النيتروجين، البوتاسيوم والفوسفات. هاد العناصر اللي كنلقاوها مكتوبة فوق الأسمدة اللي كنستعملوا في المحاصيل الزراعية اللي هي NPK. النيتروجين قدروا العلماء يصنعوه من الهواء، البوتاسيوم عنده البدائل ديالو، ولكن الفوسفات ما كاينش بديل ولا مصنع ولا حل كيميائي اللي قد يبدل. الفوسفات كيكون في واحد الصخرة، هذيك الصخرة تكونات في قاع البحار لمدة ديال ملايين السنين، وهذه الصخرة هذه اللي كنجبدوا منها الفوسفات كاينة في المغرب. يعني الفوسفات ماشي حاجة اللي كنصنعوها، ولكن شي حاجة اللي غتبقى غادا وكتنقص في العالم. حتى الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي قالت بوضوح لا يوجد أي بديل للفوسفات في الزراعة. وهنا القيمة المغرب الحقيقية غادي تبدا تبان. هنا ندخلوا في شي الأرقام. المغرب عنده 50 مليار طن تقريبا من الفوسفات، والعالم كامل عندهم 24 مليار طن من الفوسفات. دونك المغرب عنده تقريبا الدوبل ديال شنو عند العالم كامل. في المرتبة الثانية مور المغرب كاينه الصين اللي عندها 3.8 مليار طن. في المرتبة الثالثة كاينه مصر 2.8، روسيا موراها 2.4، وامريكان عندها مليار طن. المعلومة اللي بغيت نقول لك هو أنه الصين اللي في المرتبة الثانية مورانا هذا العام هذا وصلت أنها تحبس 100% أنها تبيع الفوسفات. الصين كتستخرج معدل 120 مليون طن سنويا من الفوسفات، أي تقريبا 5%. بهذه النسبة ديال النمو هذا تقريبا مور 18 عام الفوسفات اللي عندها غادي يتسالى. يعني الدول اللي عندها شوية الفوسفات باش كتحسب الأيام اللي بقات لها باش فوقاش غادي يتسالى لها. المغرب كيدوز عليه الوقت كأن شيئا لم يقع. سنة 2017 المغرب غادي ينضم لواحد المبادرة صينية. كيبان أنه ديك المبادرة الهدف ديالها هو أن الصين بغات تفتح الأبواب لإفريقيا، ولكن إلا جينا نشوفوا التفاصيل هذيك المبادرة الهدف من الصين ديالها أنها بغات تبني واحد العلاقة مع المغرب اللي غيكون هو الأمان ديالها من بعد في الفوسفات. هنا الصين غتبدا تستثمر بواحد الطريقة جدية في المغرب، غادي تبدا $1.3 مليار في واحد المصنع ديال البطاريات اللي كيتواجد في قنيطرة، اللي هو أول مصنع عملاق ديال البطاريات في أفريقيا، و$300 مليون في مصنع BTR اللي كاين في طنجة. هنا غادي تقول لي وعلاش هي غتستثمر في مصنع ديال البطاريات؟ غادي نقول لك جوج الأسباب. حيث أولا الفوسفات كيدخل في الصناعة ديال البطاريات، وثاني حاجة حيث الصين باغا تستحوذ على السوق العالمية ديال السيارات الكهربائية. النتيجة ديال هذه الاستثمارات هادو في سنة 2024 الاستثمار الصيني في المغرب غادي يوصل ل 724%. التبادل التجاري بين المغرب والصين غادي يوصل ل $9.4 مليار. هنا كنكتشفوا أن الصين ما كتشريش فقط الفوسفات من المغرب، ولكن كتشري واحد العلاقة مستقبلية مع المغرب. نمشيو للجهة الأخرى من العالم اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ما ترامب الرئيس ديال أمريكا رفع الرسوم الجمركية على تقريبا جميع السلع اللي كتدخل الأمريكان، دار هذا القرار حتى على الفوسفات اللي كيجي من المغرب. هذه القضية هذه اللي خلات أن ثمن الفوسفات في الولايات المتحدة كيرتفع أكثر من 80%. ولكن في سنة 2025 الرئيس ترامب كيتراجع على هذا القرار هذا وكيلغي الرسوم الجمركية على الفوسفات المغربي. الحجة اللي دارت الولايات المتحدة الأمريكية باش تحيد الرسوم الجمركية وما تسماش رجعت فترتها هو أنه دخلت الفوسفات المغربي أنه داخل في الأمن الغذائي ديال الشعب الأمريكي. هذه القضية هذه خلاتهم يحيدوا الرسوم الجمركية سنة 2025 بلا ما يتحشموا مع العالم كامل. المغرب ما بقاش غير دولة عنده الفوسفات وصافي، ولكن ولا واحد اللاعب من اللاعبين الكبار اللي في العالم، عنده واحد القوة وواحد الثروة اللي غادي يحتاجها العالم كامل وملايين ديال الناس باش يأمنوا الغذاء ديالهم والمحاصيل ديالهم الزراعية.
الى عجبك الفيديو وبان لك باللي استفدتي معنا في هذا الفيديو شي معلومه، ما تنساناش بجيم وبالبارطاج لهذا الفيديو شي واحد يقدر يستافد حتى هو بشي معلومه في هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.